من يومين كده كان في زيارة مهمة جدا لرئيس أركان الجيش المصري، بيتفقد فيها قوات الجيش المصري وهي بتصطف أمام معبر رفح البري في الاتجاه المصري. الصور انتشرت بشكل كثيف جدا على جميع المواقع الإخبارية وكمان فيديوهات للزيارة دي. فتطلع علينا واحدة بتقول إن هي غزاوية، هي بتقول كده، أنا حتى مش عارفة اسمها، وبتشتم وبتتريق على الزيارة دي. أتخيل يعني معروف إن ما ينكتش من جيش مصر إلا العدو المفروض، ولكن أنا عندي رأي تاني خالص. وبالنسبة لكل الناس اللي هجمتها، أنا حابة بس أوضح لكم نقطة مهمة جدا في السيكولوجية اللي ممكن تخليها تهاجم الجيش المصري. يا جماعة بالراحة، دي واحدة ما توعاش على كيان اسمه دولة ورئيس، ما تعرفش يعني ايه جيش دولة قوي تسند ظهرك كده وتقعد ومطمن وفي بطنك بطيخة صيفي. انا عندي جيش يا حميد، مش قلقانين من حاجة، عارفين كويس قوي ان جيشنا ياخد الرصاصة بدلنا، ما بيعملناش دروع بشرية ويستخبى مننا في أنفاق. فأنا صدقيني يا بنتي عذراكي بشدة وبقوة، وبلتمس لك العذر فعلا يعني، بس ربنا يهديكي وتحاولي تتمني الخير لغيرك علشان ربنا يكرمك، تتمني الخير للبلدان اللي حواليكي عشان ربنا يكرم بلدك يا رب. لان احنا عن نفسنا بنتمنى لكم كل الخير والسلامة والنصر، عشان احنا ولاد اصول قوي، وعشان انا بنت اصل قوي. انا هحط لك الفيديو تاني عشان حاسه انك محتاجه تشوفيه مره كمان.